السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ اكيد شايفين حاجة تجنن بجد، يعني قرص مبسوسة تستاهل بقكم، خطيرة بجد، حلوة قوي وطعمها حلو قوي مع كوباية شاي او شاي بلبن. يلا بينا نشوف المقادير. معايا كيلو ونص دقيق، ده المقدار اللي انا عملته، وحطيت عليه ربع معلقة ملح، وبعد كده رحت حاطه عليه 3 معالق سمسم محمصين، معلقتين شاور وينسون مجروشين، تمام، ومعلقة ريحة كحك. وبعد كده حطيت كمان على الدقيق مفروض معلقه بيكنج باودر. الخميره بتاعتي حضرتها في نص كوبايه لبن، على جنب معلقتين خميره ومع معلقتين سكر. قلبت بقى المواد الجافه مع بعضيها، حطيت عليها نص كيلو سمنه، مقدار كوبايتين وشويه سمنه. عايزين تضيفوا زيت معاها تمام، مفيش اي مشكله. تمام كده، بس كانت سخنه مش مقدوحه ولا بارده، سخنه بس. قلبت بقى فيها الدقيق كله بالمواد بتاعتي بالحاجه الجافه اللي جواه، وبعد كده نبسه بقى. بس انا بقلبه شويه عشان هي السمنه سخنه، فانا يعني بتبرد واروح عامله بايدي، ابس بايدي على طول. بعد كده زي ما احنا شايفين بفضل ابس في العجينه، تمام، زي ما احنا شايفين كده اهو، بفضل ابس فيها وبعملها بايدي بحيث ان انا اخلي الدقيق يبقى فيه السمنه كلها اهو، زي ما احنا شايفين كده. بمسكها زي التراب الناعم كده زي الرمله، وبصوا بتبقى منديه كلها وفيها سمنه اهو. مسكتها عملت معايا يعني زي قطعه في ايدي كده، فانا خلاص هطمن ان الدقيق بتاعي شرب السمنه بتاعتي كلها. بس كده اهو، بجربها معاكم كده خلاص تمام، انا الدقيق بتاعي شرب السمنه كلها. طيب، وبعد كده بروح حاطه عليها بقى الخميره باللبن بتاعي اللي هو اللي كانت نص كوبايه، وابتدي بقى اضيف المواد السائله بتاعتي. انا حطيت كوبايه لبن كمان على نص، يبقى كوبايه ونص، تمام. وبحاول ان انا مرميش، يعني ما احطش كل السوائل اللبن او الميه على الدقيق مره واحده، انا بحطه بالتدريج. حطيت كوبايه ونص، وهضيف نص كمان دلوقتي عليها عشان لقيت ان القرص بتاعتي لسه محتاجه سوائل. بس انا دلوقتي هضيف بالتدريج الكوبايه اللي جايه دي بالتدريج، يبقى انا حطيت كوبايه ونص وابتدي اضيف الكوبايه التانيه بالتدريج اهو، زي ما احنا شايفين كده. بحاول ان انا الم فيها عشان احس ان الدقيق بتاعي او القرص بتاعتي يعني شربت السوائل كلها اهي. حطيت الكوبايه كلها زي ما احنا شفنا، بس برضو هفضل يعني هبس فيها، وافضل الم في العجينه كمان بالمخبوزات، بس هكون لسه برضو ما يعني ما خدتش كل السوائل اللي انا عايزاها، لان هي هتكون لسه ناشفه شويه مش طريه، تمام اهو. حطيت دلوقتي بقى النص كوبايه التاني، انا بضيفه بالتدريج، ما بحطوش كله مره واحده، يبقى انا كله حطيته على بعضه من كوبايتين لكوبايتين ونص يعني سوائل اهو. بصوا كده العجينه بتاعتي تمام زي ما احنا شايفينها كده، القوام بتاعها ده الحلو بتاعي. انا ممكن اضيف في الاول الكوبايتين واسيب بعد كده نص كوبايه او الكوبايه الا ربع اللي هيتفضلوا بالتدريج في الاخر، عشان اخد بالي من الدقيق بيختلف ده عن ده. بس كده حطيتها 10 دقايق ربع ساعه، تفضل محطوطه عندي يعني تهدى شويه. وبعد كده حضرت العجوه بتاعتي بمعلقه زبده كده عليها طريه وكورتها، بس كده. انا سبتها ما خليتهاش تخمر، انا خليتها ترتاح بس. بعد كده بقرصها وبحطها في السجاد بتاعتي، تمام. السجان عندي بندهنها كده، ممكن زيت يعني خفيف من تحت كده وخلاص اهو. بكورها يعني الحجم اللي انتوا حابينه، كبير قوي صغنن قوي، اللي انتوا حابينه اعملوه بيه. انا عملتها ولا كبير ولا صغير، هي العجوه بس اللي هتلاقوها كبيره شويه، بس انا كنت حباها كده عشان يعني تبقى عامله زي القراقيش كده، يعني بتبقى طعمها حلو قوي، بتبقى لطيفه بصراحه. بعد كده انا بخرم عندي القرص بتاعتي بشوكه، عشان ما انا مش عايزاها ترتفع معايا يعني، وعايزاها تبقى اللي هي ولا طريه ولا ناشفه، بتتقطم معايا كده، بيبقى طعمها خطير بصراحه. بس بجيب دلوقتي اللي بالعجوه، بحط كده، ممكن تحطوها كده هتلاقوها رخمه شويه لان العجوه مش هتتفرد بسهوله، فانا دلوقتي هعمل لكم تاني بس هبططها شويه اهو، زي ما احنا شايفين كده، بحيث ان هي تتبطط تبقى سهله معايا جوه القرصه بتاعتي
بس بحطها بقى، بحطهم كلهم وابتدي بقى ان انا افرد فيها على حسب الحجم اللي قلنا اللي انتوا عايزينه. بس كده اهو. بقطع بقى العجوه، بصوا بعملها زي صوابع كده من جوه، بحيث ان هي تبقى سهله معايا تتقطع. وانا باكلها بتبقى سهله معايا، يعني بتبقى طعمها لطيف. بس بقطعها بسكينه، بس السكينه ما تنزلش تحت خالص طبعا، هي بس من النص كده، بحيث ان انا اعمل لها يعني زي ان انا اقدر اقطعها او اقطمها وهي صحيحه. بس اجي بعد كده قبل ما ادخل السجات بتاعتي ادخلها الفرن، انا بحط على وشها يعني ممكن شويه لبن كده، عندنا قشطه اللي انتوا حابينه، بس انا كان عندي اللبن وعملت بيه الوش، وبعد كده دخلت الصاج بتاعي الفرن اهو زي ما احنا شايفين كده. يخش على نار عاليه، ما تبقاش واطيه، على يعني النار مش ضعيفه علشان ما تلحفش او تبقى يعني مش لطيفه معايا. القرص بتاعتي زي ما احنا شايفين خطيره بجد، تجنن، حلوه قوي. شوفوا اول ما القعر بتاعها بيتعمل خلاص استوى معايا واحمر، اروح مشغله عليها الشوايه لو ما احمرتش من فوق. بس كده، ما بتاخدش وقت، يعني نص ساعه مثلا او اقل من نص ساعه على حسب بقى الفرن بتاعكم. انا كان عندي بحط في الفرن الكهرباء والفرن الغاز اهو زي ما احنا شايفين كده، خطيره بجد، حلوه قوي. ويعني الوش وكل حاجه فيها كانت حلوه بصراحه. وفي فرق بقى، بصوا دي الشكل دوت اللي قدامكم، او التحميره دي بتاعه الفرن الكهرباء. يعني هوريكم شكل تاني دلوقتي برضو بتستوي بس في الفرن الغاز، بتفرق. دي عندي اهي، دي في الفرن الغاز عامله زي الفطير كده، انما التاني ده الكهرباء بيبقى كله نفس اللون اللي احنا شايفينه ده. تمام كده. انا حبيت اوريكم، بتبقى قطره كمان شويه عن اللي هي بتاعه الفرن الكهرباء. بجد خطيره، اتمنى تجربوها بنفس الطريقه، حلوه قوي وتنفع في فطار في اي وقت. يعني بجد خطيره قوي مع كوبايه شاي بلبن. ولو عجبتكم ما تنسونيش بلايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني.